السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله فيديو هنعمل مع بعض إن شاء الله النهاردة البط والمعمر. معايا هنا كده بطة شارية كده من السوق، وده كده الرز بتاع المعمر. غسلته كويس قوي وهنقعه بقى باللبن، طبعا اللبن مغلي. هنقعه فيه بالشكل ده. طبعا ده كيلو رز، او لو انتوا حابين اي كمية انتوا تعملوها على حسب عدد افراد الاسرة. واقلبه كده باللبن كويس. ده كده لسه عايز شويه لبن كمان. معايا هنا بقى البطه اهي اللي انا جبتها. غسلتها طبعا، جايبها متنضفه فغسلتها كويس قوي. معايا هنا بصل مكعبات وعليه شويه ملح وشويه فلفل اسود. اقلبهم بقى كويس قوي كده بالملح والفلفل. تمام كده. ده رز بقى انا نقعته في شويه ميه برضو، يعني كوبايه رز كده تقريبا. واقلبه بقى مع البصل، اقلبه كده كويس قوي مع بعض. كده قلبته كويس. احط بقى شويه من الزيت واقلب تاني. احشي بقى البطه كده من جوه، بيبقى طعمه حلو قوي يا جماعه. والله خلطه الرز بالبصل دي جميله بصراحه. احط بقى كميه الرز كده كلها في جوه في البطه. كده بقى ايه، حطيتهم وكتفتها كمان بالشكل ده كده. معايا هنا بقى ميه بتغلي على النار، احط فيها البطه. معايا هنا بقى الرز بتاعتها بقى والكبده والقنصه والحاجات دي. غسلتهم برضو كويس قوي كده وحطيتهم. هنا بقى بحط الملح في المعمر. طبعا زودت شويه ميه وبحط السمنه بالشكل ده كده. واقلب برضو كده كويس. ممكن لو عندكم بقى قشطه ممكن تحطوا قشطه معاه بالشكل ده كده. حطيت برضو حبه زيت. شايفين بقى حطيته كده في الفرن. حطيت تحت منه صينيه، ودي بقى البطه كانت بتغلي حبيت اوريها لكم. شايفين ما شاء الله شربتها حلوه ازاي. بحط لها بقى الفلفل، واحط لها كمان بصل وحبهان. ده مستوي وحبهان، واحط بصل بس ما تصورش طبعا من البصل.